السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو نفسك في حاجة حلوة وما تاخدش معاكِ وقت يبقى ما فيش غير أصابع الجلاش بالمكسرات، سهلة وبسيطة ومقرمشة، بأقل من نص كيلو جلاش هتعملي أحلى طبق جلاش، ولو جالك ضيوف على فجأة يبقى ما تتردديش إنِك تقومي تعملي ليهم صوابع الجلاش، حاجة كده مقرمشة وفي نفس الوقت طرية، وكمان متوصيين بالحشوة بتاعتها لإن ده شغل بيتي. يلا بقى ندخل على أول خطوة معانا. هنحضّر الشربات بتاعنا كوباية وربع من السكر، عليهم كوباية وربع من المَيّة، وهنقلّبهم كويس جدًا على البارد قبل ما نرفعهم على النار، وأول ما يغلي كده على النار هنضيف له 1 جرام من ملح الليمون، يعني ربع المعلقة هتاخدي نُصّها، نُص ربع المعلقة، بياخد طبعًا على النار حوالي 12 دقيقة، 15 دقيقة. هنا أنا باحضّر الحشوة اللي أنا هاحشي بيها، معايا طبعًا جوز هند سوداني ومعلقتين من السكر البودر ومعلقة من القرفة، ودي معلقة اختياري لو انتِ حابة تضيفي، أنا باحب جدًا الجلاش بالقرفة. هنا أنا حضّرت لفة الجلاش اللي طبعًا وزنها حوالي 400 جرام، بافرد كده الجلاش بتاعي، طبعًا أول ورقة من تحت بتبقى متبهدلة في كل لفف الجلاش يعني، باشيل كده الطبقة اللي من فوق وبادهن كده بالفرشة الطبقة اللي من تحت، لإن طبعًا كل رول بيبقى ورقتين. وبارفع من الناحية التانية، طبعًا دي طريقة سهلة جدًا إن أنتِ تنجز معاكِ في الوقت إن أنتِ تعملي بيها الجلاش، وباجيب الحشوة كده، طبعًا لو عايزة تحطي مكسرات تانية المتاح عندِك احشي بيه، وهالفها رول كده واحطها في الصينية، بارفع كده طبقة الجلاش الأولى، الورقة بتاعة الجلاش وبادهن الطبقة اللي تحتيها، وبعد كده بادهن الناحية التانية بالشكل ده، وباحط الحشوة والفها رول وارصها طبعًا في الصينية، والصينية لازم أكون دهناها سمنة أو زيت، طبعًا أنا دهناها سمنة، وطبعًا الحلويات الشرقي زي ما قُلنا إن هي حلاوتها إن هي بتتعمل بالسمنة البلدي، طبعًا لو مش متاح سمنة بلدي عادي السمنة النباتي بتأدي الغرض، بس هي طبعًا بتبقى حلوة وأحلى بالسمنة البلدي. بنلفّها رول كده، وطبعًا كل كمية هاعملها بنفس النظام، وهنا كده حضّرت كل صوابع الجلاش بادهنها كده من فوق بالسمنة، لازم أدهنها دهنة كويسة من السمنة، وبعد ما دهنت وش الجلاش كده بالسمنة البلدي هابدأ إن أنا أقطّعها، هاقطّعها بالنُص وكل نُص هاقطّعه لنُصين، علشان الصوابع إلى حدٍ ما تبقى مقاسها واحد يعني، ولازم أفصل كده الصوابع من بعض. بعد كده بادخّلها الفرن، أول ما تاخد لون من تحت بافتح عليها الشواية بتاخد اللون الجميل اللي أنتم شايفينه ده، ما بتاخدش وقت، الجلاش طبعًا ورقة الجلاش خفيفة، فما بتاخدش وقت زي المعجنات والحاجات التانية، وأول ما تخرج من الفرن طبعًا بنسقيها بالشربات البارد. وشربات الجلاش بيبقى مش خفيف، بيبقى وسط، ولا هو خفيف خالص زي شربات البسبوسة ولا تقيل زي شربات المقليات، بيبقى وسط ما بين الاتنين. كده أخدت كل كمية الشربات معايا، بعد كده باحاول إن أنا أوزّع الشربات لإن الصينية طبعًا كبيرة، فطبعًا الشربات نزل في جوانب الصينية، فباحاول إن أنا كده أحرّك الشربات في جوانب الجلاش كده، علشان الجلاش يتشرب كل الكمية، ولازم تشربوها وهي سخنة. شايفين كمية الشربات بتقل، لإن طبعًا الجلاش بيشرب كمية الشربات، يمين وشمال علشان الجوانب تشرب كل الكمية، زي ما أنتم شايفين كده الجلاش بتاعي شرب كل كمية الشربات اللي أنا سقيته بيها. وهنا كده باوريكم صوابع الجلاش تحفة جدًا، الإضاءة طبعًا عالية فمخليها زي مش محمرة أوي، بس هي الإضاءة عالية شوية. وده شكل صوابع الجلاش تحفة جدًا وطعمها حلو أوي، لو عجبكم الفيديو واستفدتم منه لايك واشتراك في القناة.